مترو اسكندريه ابو قير الكيلو 21 بطول 43.2 كيلو متر بمراحل الثلاثه. المرحله الاولى اللي هي محطتها باللون الاحمر دي اللي هي من ابو قير حتى محطه مصر باسكندريه بطول 21.7 كيلو. المرحله الثانيه اللي هي اللون الموف ده من محطه مصر حتى الماكس 8 كيلو. ثم المرحله الثالثه من الماكس الى الكيلو 21 اللي انا اتكلمت عليه من شويه بطول 13.5 كيلو. المرحله الاولى منه يا فندم اللي احنا بدأنا فعلا في تنفيذها، احنا طرحنا وصممنا وعملنا الجسات وكل حاجه، وكان المفروض ان احنا كنا بادئين دلوقتي، اتاخرنا لاسباب في اعاده التصميم وغيره، ولكن ان شاء الله هنبدا تنفيذ على الارض في 2023 في ابريل القادم 2023. طبعا الخط يا فندم ده الهدف من تطويره زياده السرعه التشغيليه وزياده عدد المحطات، الطاقه الاستيعابيه وتقليل زمن الرحله، طبعا بالاضافه لامتداد الخط الى ابو قير الجديده وربطه بالخط الرابع من شبكه القطار الكهربائي السريع في محطه تبادليه علويه. ده شكل قطر ابو قير يا فندم. يمكن احنا النهارده اثناء الفيلم احنا عرضنا قطر ابو قير بعد ما طورناه يعني شويه اللي هو شغال حاليا، ولكن ده قطر ابو قير الحالي اللي موجود واللي كان موجود يمكن من شهرين ثلاثه. طبعا اللي على الشمال ده شكل المترو اللي احنا تاخرنا عليه، وده شكل المحطات العلويه اللي هتبقى موجوده في الخط بالكامل. تطوير ترام الرملي تم الانتهاء من تخطيط المشروع بطول 13.2 كيلو، وترمد المسار 12 محطه علويه، 11 سطحيه، واحده داخل نفق مفتوح. جاري طرح المستندات الفنيه على التحالفات المؤهله بالتنسيق مع الوكاله الفرنسيه للتنميه بهدف التطوير. يهدف التطوير الى زياده السرعه التشغيليه وعدد المحطات والطاقه الاستيعابيه وتقليل زمن الرحله. ده شكل المحطات يا فندم اللي مصممه فعلا، وده اللي اتطرحت على الشركات، وان شاء الله باذن الله ايضا في ابريل 23 هنبدا التشغيل او هنبدا التنفيذ في هذا المشروع. ده شكل الترام اللي موجود حاليا. اللي تحت فندم على الشمال ده دول كانوا 21 قطار استوردناهم من اوكرانيا، ثم سيادتك خدت القرار بالتطوير الشامل مش موضوع وحدات متحركه فقط، فوقفنا باقي التوريد وخططنا لتطوير الترام بالكامل، وسيادتك صدقت عليه مشكورا. وان شاء الله ده التخطيط والتصميم اللي موجود على اقصى الصوره في اليسار العلوي. شبكه القطار الكهربائي السريع الحقيقه يا فندم